في حاجات لازم ناخد بالنا جدا منها في التعامل مع الجست الإيطالي، وبالذات في موضوع اكتساب اللغة من الإيطاليين. لازم ناخد بالنا إن الإيطاليين مش من منطقة واحدة. الإيطاليين، في إيطاليين من شمال إيطاليا، في إيطاليين من جنوب إيطاليا، في إيطاليين من سيشيليا، في إيطاليين من سردينيا. دي كلها مناطق في إيطاليا طبعا. كل منطقة ليها طريقة النطق بتاعها، ليها الكلمات الخاصة بيها. فناخد بالنا ان احنا ما ناخدش كلمات بالايطالية كلمات تكون خاصة بمناطق معينة، عشان ممكن كل الكلمات دي مش مفهومة قوي في بعض مناطق تانية، او مش مستخدمة في مناطق تانية. فمش كل جست ايطالي يجي مثلا من مدينة معينة بعرف منه كلمات الا لما اتاكد الكلمات دي ستاندر ولا كلمات لكنة منطقة. يعني هل الكلمات دي مفهومة لكل الايطاليين ولا لا. طبعا الموضوع بيحتاج شوية بحث وشوية دقة شوية في شغلنا، بس نحاول نعمل الحكاية دي قدر الإمكان، إن احنا ما نحاولش ناخد كلمات كتيرة جدا ما تكونش لكنات في مناطق معينة، عشان دي ممكن تكون مش مفهومة قوي أو مش مستعملة في مناطق تانية. وطبعا مش مستحب إن احنا نستخدم كلمات مع ايطالي جاي من مناطق تانية، فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي لان اللكنات الايطالية كتيرة شوية. طيب لو انا حابب اتكلم ايطالي واتعلم ايطالي كلغة جديدة، طبيعي ان انا ببدأ اتعلم الايطالي ستاندرد اللي هو مفهوم في كل مناطق ايطاليا. ومش بس ايطاليا، حتى جنوب سويسرا، لان جنوب سويسرا برضه بتتكلم ايطالي، فايطالي ستاندرد مفهوم في كل الاماكن دي. فياريت بس ناخد بالنا من الحكاية دي شوية.